عاملين ايه يا ابطال؟ النهارده هناخد الدرس الثالث بعنوان أنظمة التشغيل. احنا بنستخدم الكمبيوتر في حاجات كتير زي اللعب والكتابة وتصفح الانترنت. بس يا ترى ازاي الكمبيوتر بيقدر يعمل كل ده؟ تخيلوا معايا اننا عايزين نكتب الواجب على برنامج الوورد. اول حاجة هنفتح البرنامج، صح؟ طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البرنامج بيطلب من نظام التشغيل انه يفتحه. نظام التشغيل بدوره بيتكلم مع وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو، ودي تعتبر جزء من المكونات المادية اللي بنسميها الهاردوير. السي بي يو ده هو اللي بيتحكم في معالجة البيانات، يعني لما نكتب حاجة على الكيبورد نظام التشغيل بيقول للسي بي يو خلي الكلام ده يظهر على الشاشة. لكن خدوا بالكم، لو البرنامج فصل قبل ما نعمل حفظ الشغل كله هيروح، عشان كده لازم دايما نضغط على سيف. يعني تلخيصا لده كله، احنا عندنا الطالب بيكتب على برنامج المايكروسوفت وورد. البرنامج بيرسل نظام تشغيل البيانات إلى وحدة المعالجة المركزية اللي هو السي بي يو. السي بي يو بيعالج البيانات دي وبعد كده بيبعتها تاني لنظام التشغيل. نظام التشغيل بيستقبل المعلومات دي ويعرضها على الشاشة. وبكده نكون خلصنا الدرس النهاردة عن أنظمة التشغيل. استنونا في الدرس اللي جاي، ودايما خليكوا فاكرين إن نظام التشغيل هو العقل اللي بينظم كل